الراديو 90 هواها مصر. بيقول لك يا سيدي، مدام توسو ست فرنسوية اتولدت من يجي قرنين من الزمان في فرنسا، واتولدت يا ولداه يتيمة. جوز أمها الله يكرمه كمل تربيتها وعلمها حب الشمع. أيوة الشمع. والست تكبر وتحترف مهنة تشكيل الشمع، وتقوم الثورة الفرنسية ويشجعها الثوار على عمل تماثيل شمع لرموز فرنسا السابقين. هوب تروح إنجلترا وتحترف أكتر وأكتر، وتعمل مجموعة تماثيل للمشاهير، وتفتتح أول معرض ليها. المعرض ده مع الوقت تحول لأهم متحف للشمع في العالم، ويقع في قلب لندن، متحف مدام توسو. المتحف ده فيه مئات التماثيل لأهم الشخصيات في العالم، فنانين ورياضيين وأدباء وعلماء وسياسيين وزعماء وملوك أحياء وأموات. وكل زوار المتحف يحق لهم يتصوروا مع أي تمثال بالشكل اللي حابينه. يعني ممكن انت كده تقف وتأنجش أنجلينا جولي من دراعها، أو مثلا تطلع لسانك للدلاي لاما شخصية، مفيش مشكلة. وممكن تبص الأوبرا وينفري بشمئناط مثلا، أو تاخد ليناردو دي كابريو حضن مطارات، أو نعمل زي ما بقول لكم كده. المتحف الأنتيكا ده بقى بيكسبهم على كده، بيكسبهم حاجات بسيطة يعني كلها حيالله 4 مليون جنيه استرليني في الأسبوع. دخل المتحف في الأسبوع 4 مليون جنيه استرليني. وانتوا عارفينه الاسترليني الحلو ده اللي بفلوس كتير. أيوة الاسترلين هو ده، اسم الله عليك. لا، وبيقولك إن كتير من زوار لندن ما بيهمهمش يروحوا يشوفوا قصر باكنغهام ولا ساعة بيج بان مثلا، قد ما بيهتموا يزوروا متحف مدام توسو. لما قريت الكلمتين دول نط في عقل بالي خاطر غريب قوي. طب ما احنا عندنا يا اخويا متحف شمع، او ربنا عندنا واحد كده انا فاكراه ياما رحنا واحنا في المدارس زمان. زي ما بقولك كده قمت ضربت غطس في جوجل ادور على متحف الشمع المصري. قلت لك ايوه صح، عندنا متحف قد الدنيا، انا شايفاه بنواضري دول. متحف تم انشاؤه سنة 1934، وبيضم مجموعة مشاهد بتصور تاريخ مصر وبتمثل الحياة اليومية. لا وإيه بقى، اتصنف كواحد من أهم 4 متاحف شمع على مستوى العالم. والأنكت بقى إن متحفنا احنا اتصنف التاني مباشرة بعد متحف مدام توسو. أو ربنا زي ما بقول لكم كده، كلام جميل قوي. طب أخبار المتحف إيه بقى؟ وبيدخل كام؟ وآخر صوره فين يا حلوين؟ والتجديدات بقى والحاجات الحلوة دي اللي دخلت عليه أخبارها إيه؟ ها؟ في إيه؟ بسأل عن تاني أهم متحف شمع في العالم اللي عندنا في حلوان ده. لا يسمع حسك بالخير، مقفول. مقفول من 2009، والقطط والكلاب سارحين فيه، والزبالة كوام جواه. أو النبي زي ما بقول لكم كده، متحف الشمع بتاعنا مقفول، والشمع ساح راح مطرح ما راح. يلا راح فين بقى من 2009 بقى؟ شوف انت، عشان إجراءات السلامة وتكلفة إعادة تشغيله كبيرة يعني، لا مؤاخذة. مش بس متحف الشمع، أكم حاجات في بلدنا يا اخويا محتاجة يتنفخ من عليها التراب والإهمال والزمن اللي كانوا فيها دول، وتتمدلها زعافة التطوير وريشة التجديد، وهي هترجع وحياتك تبرق لوحدها. مش محتاجين خالص نخترع العجلة، وربنا العجلة موجودة أصلاً، هي بس واقفة ومصدية وواكلها البرومة. وعندنا صنايعية إيديهم تتلف في حرير وفاضيين بالمناسبة، قولوا لهم هوب على العجلة هيصنفروها ويدوها وش المعجون التمام، ويدخلوها فرن الدوكو ويرجعوها تلف ولا اللي راكبها 60 عفريت. ساعات التاجر بيبقى محتاج يبص فعلا في دفاتره القديمة ويقلب في الكراسة الصفرة من غير ما يفلس ولا حتى يكون ناوي يعمل فرح يلم فيه نقطة. الدفاتر القديمة والكراسة الصفرة فيهم حسابات سقطت سهوا واتنست، لو طلعناها
وراجعناها ولحقنا اللي ممكن يتلحق فيها، يمكن تفرق كتير.